ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله اعمل لكم حاجة جديدة. هعمل لكم تويست اللي هو بتاع التخسيس بتاع الوسط، اللي هو بتاع الدهون اللي تحت البطن. ان شاء الله هعمل لكم واحد النهارده اوريكم هو بيتعمل ازاي. ده حتة صاجة اهي. حتة الصاجة موجودة عندي يعني 40 في 40. تمام. احنا هنعمله مثلا 35. هنعمله 35، بلاش 40 عشان ما يبقاش عريض قوي. ده برجل موجود عندي اهو، انا عامله برضه مصنعه على ايدي. هي الصاجة تقريبا معوجة سنة. طبعا هنقص دي هنا كده، الدايرة دي هتتقص معايا. هنجيب، انا بحب اعمل الحاجة من عندي يعني. انا اللي ما عندوش اكس عجلة زي ده اكس توك توك اهو، انا شغال في مجال التوك توك. اكس عجلة اهو، او تجيب بنز زي ده تعمله على المخرطة اي حاجة ماشي. ده موجود عندي. وده برضو ركبة بتاع التوك توك اللي قدام. هقص القطعة دي كده، هقصها من هنا كده. هاخد القطعة دي اللي فيها البلية دي، هاخد القطعة اللي فيها البلية دي، هقص ده من هنا كده. تمام. اللي ما عندوش القطعة دي هيجيب حتة ماسورة ويعمل لها فريزة على المخرطة ويعمل لها بلية. مش شرط دي، بس انا بستغل الحاجات اللي موجودة عندي قديمة في الورشة بدل ما اكلف نفسي. تمام. هنقطع دي، ودي طبعا بتركب هنا كده في الاكس، بتبقى بالشكل ده كده. هنجيب جنط بتاع توك توك. ده جنط بتاع توك توك قديم اهو، موجود عندي. اللي مش موجود عنده برضو يشوف له اي حته دايره كده، بس انا هعملها على ده، وهيبقى الاكس عليها كده. وطبعا الركبه طبعا بعد ما اقصها هتركب كده بالشكل ده، هتركب بالشكل ده واقصها، والدايره هتبقى فوقها. هنوري لكم برضو واحده واحده مع بعض. طب احنا هنقص دي، هنقص الدايره دي. تمام. وهنقص دي، وهنخرم دي 4 اخرام عشان ايه؟ تمسك معايا في الاكس ده، تمسك معايا في الفلانشه دي. هنعمل 4 اخرام على ال4 دول. يعني هنعلم دي بعد ما نقطعها، هنعلم 4 اخرام هنا عشان نربطهم هنا بمسامير، عشان لو حبيت استغلها في اي حاجه او افكها تاني. مش هنعملها الحام ان شاء الله. هنقص دي ونقص دي ونرجع لكم تاني عشان ما نطولش عليكم. خلاص احنا قصينا دي، قصينا الركبه اهي، ال4 فتحات اهمتي. ودي الاكس طبعا ركبناها فيها اهو، ركبنا الاكس وقصينا الزياده اللي فيه. وده الجنط نضفناه بس اهو، هيركب كده بالشكل ده. طبعا هيتربط بمسامير من تحت، هيتربط هنا بمسمارين. الدايره طبعا اتقصت اهي، واتعملنا ال4 اخرام، والفتحه دي على اساس الاكس هنا يبات فيها برضو. مسامير. طبعا ده هنربطها بمسامير، مش هنعملها لحام. انا بديكم الفكره عشان الناس اللي عاوزه تصنع، يعني انا ممكن افكها تاني لو مش محتاجها.
حبيت اعمل فيها صيانه ولا حاجه ما يبقاش فيها الحام بالمسامير اهي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا هنثبت دي بمسمارين صامولتين، دورتين كده وصامولتين. فكرتها سهلة خالص وبسيطة عشان الناس اللي عاوزة تصنعها، مش هتاخد منك وقت خالص. هتبقى بالشكل ده كده. هنجيب بقى حته هنا، طبعا عاوزين الدراع اللي احنا هنمسك فيه، اللي هنمسك فيه هنا هنجيب مثلا على المسمارين بتوع الجنط دول حته زي دي، وهنخرم خرمين هنا كده عليها، وهنجيب لها حته حديده زي دي هنلحمها عليها كده. هنخرم دي ونلحمها ونرجع لكم تاني عشان ما نطولش عليكم. خلاص احنا لحمناها اهو. الحته دي طولها 23 سم، عادي خليها 25 عادي. دي 23 سم، طبعا دي 5 مللي ودي 5 مللي عشان تستحمل لو في حموله تقيله هتركب عليها ولا حاجه، حد تقيل عشان تستحمله. دي 5 مللي عاملينها محمله شويه. دي طبعا هنركبها هنا كده اهي في مسامير الجنطه عادي اهي، مش هنكلف نفسنا حاجه. دي طبعا ماسوره ميه اهي، ماسوره ميه هنعملها هنا عشان تمسك فيها. هنلحمها هنا برضه، هنلحمها ونرجع لكم تاني برضه. هنلحمها هنا عشان ايه ما نطولش عليكم، هنلحمها ونرجع لكم تاني. خلاص احنا لحمنا الماسوره اهي، لحمنا الماسوره. الماسوره دي طولها متر، طولها متر الماسوره. هنجيب دي طبعا بتاعت ماسوره الميه اهي، ماشي. هنجيب حتتين سن زي دول، ماسوره ميه برضو بسن، هنشبطهم هنا كده. مش عاوز حد يعلق على الشغل بتاعي، انا بحب اعمل ايه يعني، بحب اعمل حاجه من الشغل اللي عندي عشان ما اكلفش نفسي. اهو يعني بعمل الافكار من الحاجه اللي عندي بالظبط، اللي موجوده عندي في الورشه اهي. لارجات لارجات كده. التويتس خلص.
اه دي للتخسيس تحت البطن او للوسط، لتحريك الوسط. فكرته بسيطة خالص، وحاجة مش مكلفة، حاجة من عندي موجودة عندي في الورشة. ان شاء الله المرة الجاية هعمل لكم حاجة اشيك من كده. حاجة بسيطة خالص هي ممكن تصنعها في ورشتك. شكلها روعة بصراحة. لسه بقى الفينش الأخير بقى هنرشها ونظبطها كده ونوريها لكم هي متفنشة، هتبقى شكلها أشيك من كده. وشكرا.